جوجل النهارده يا صديقي اطلقوا نموذج، او مش النهارده يعني من 4 سبتمبر، بس انا اللي اتاخرت يوم ودلوقتي بقى يومين. بقى دلوقتي عندي عدد الساعه 12 بقى يومين. دلوقتي عندك يا سيدي جوجل اطلقت نموذج ذكاء اصطناعي جديد اسمه امبيدنج جيما او امبيدنج جيما. اتمنى اكون نطقت الاسم صح. هو نماذج من اللي هي من عائله جيما. ايه فكرتها بقى والكلام ده كله؟ ده اللي النهارده ان شاء الله هكلمك عنه. وخلينا دلوقتي طبعا هقول لك كل الرابط اللي انا هتكلم عليها دي تحت في الوصف، لاني حقيقي النموذج ده انا ما جربتوش فعليا الى الان، لاني انا تقريبا واجهت صعوبه في تثبيته. يعني انا الى الان واجهت صعوبه بالفعل في تثبيته، فان شاء الله لو انا بالفعل ثبته ونجحت في تثبيته هعمل عنه فيديو. بس انا النهارده جاي اكلمك فقط عن النموذج. يعني انا كنت حابب ادمج الشرحين مع بعض، تثبيته وكمان شرحه، بس للاسف انا فشلت في تثبيته، فهتجه فقط لشرحه، وان شاء الله هكلمك عن تثبيته بعد كده. لان بالفعل النموذج ده خفيف جدا مقارنه بحجمه. يعني انت بتتكلم على نموذج مساحته 300 ميجا او 350 ميجا، وبيستخدم فقط 300 ميجا رام. يعني افتراضا اقل نموذج ذكاء اصطناعي موجود على الساحه دلوقتي بيحتاج منك 6 جيجا تقريبا او 4 جيجا رام، ده بيحتاج فقط منك 300 ميجا رام، مش 300 جيجا، لا 300 ميجا رام. وكمان هنا عندك ان النموذج ده فيه 308 مليون معامله تقدر انت تستخدمه في بناء التطبيقات، طبعا التطبيقات البسيطه. وكمان في ميزه مهمه جدا فيه وهو التوليد المعزز، وده النهارده ان شاء الله برضه هكلمك عليها. والكلام ده كل ده انت تقدر تستخدمه بدون انترنت، يعني تقدر تستخدمه حتى عندك على التليفون. يعني بالفعل الفيديو اللي اتكلموا عنه تمام في عندك هنا اهو، هتلاقي بالفعل ان هم اتكلموا ان انت تقدر تستخدمه حتى عندك على التليفون. فبيس يعني تقدر تستخدمه حتى عندك على التليفون، كانوا ان هو خفيف 300 ميجا كمساحه، وكمان بيستهلك منك 300 ميجا رامات، فلا خفيف جدا. يعني طبعا هنا عندك بيقول لك، يعني هنا برضو في صفحه تانية يعني اكثر اختصارا من الكلام ده كله. هنا بيقول لك اللي هو الامبيدنج جيما هو نموذج لتضمين النصوص بلغات متعدده تتضمن 308 مليون معامله، بيدعم كمان اللغه العربيه، ويستند الى اللي هو الجيما 3، وهي محسنه للاستخدام في الاجهزه اليوميه مثل الهاتف واجهزه الكمبيوتر المحموله والاجهزه اللوحيه. ينتج النموذج تمثيلات رقميه للنص، وهوريك انا ده ازاي او ايه يعني او ايه معناه، لاستخدامها في مهام لاحقه مثل استرجاع المعلومات والبحث عن التشابه الادلالي والتصنيف والتجميع العنقودي، توافق متعدد اللغات، تمام، بيقدر يفهم اكتر من 100 لغه منها اللغه العربيه، ابعاد اخراج مرنه. فطبعا احنا هنبعد عن كل ده بقى، لان مش ده اللي انا حابب اتكلم فيه دلوقتي. لو انت رحت هنا عندك على موقع هاجفيس، تمام، اللي هو hugface.com او hugface.com، ده الديمو بتاعه اللي هو اسمه ذا سيمانتيك جالاكسي. طيب ده فكرته ان هو انت بتديله مجموعه من المعلومات بغض النظر عن حجمها، وهو بيعمل استدلال وبيهيئ لك المعلومات دي على حجم او على شكل جالاكسي. انا عارف الموضوع ممكن يكون معقد بالنسبه لك شويه وحاجه جديده، انا بالنسبه لي برضو الصراحه قعدت شويه لحد ما افهمها. يعني بالفعل شفت، يعني حتى استعنت بالذكاء الاصطناعي، استعنت بريبلكستي، استعنت يعني بجيميناي عشان يفهمني ويقرب لي الشبه، لان انا حقيقه ما كنتش فاهم الاول. فلو انت رحت هنا عندك على الموقع ده ودوست هنا عندك على لود ديمو، هيظهر عندك بالشكل ده في مجموعه من اللي هو الايه، اللي هو الانبوت اللي انت هتدخله او النصوص اللي انت هتدخلها. طبعا تقدر تدخلها باللغه العربيه وكمان تقدر تدخلها باللغه الانجليزيه. لو افترضنا وانا رحت هنا مثلا عندي على جيميناي، ورحت هنا عندي افتراضا على الاستدلال الاخير اللي انا عملته وطلبت منه ان هو يديني بالفعل وصف ممتاز مع الترجمه والكلام ده كله عشان اقدر ان انا اديه للموقع ده عشان اقدر اشرحه لك زي ما انت شايف اللي هو جالاكسي. لو انا جيت هنا وحطيت الوصف بتاعي، طبعا لو انت جيت هنا بصيت تلاقي الوصف عباره عن ايه، هتلاقي ان الوصف عباره عن مثلا افتراضا، تمام، زي ما انت شايف الطقس والطبيعه، طلعت الشمس من بين الغيوم في صباح ممطر هب نسيم. انت بتديله مجموعه من الامور او مجموعه من نقول مثلا المقالات او المعلومات، ممكن تكون غير منظمه، ممكن تكون غير ليها هدف يعني، تمام، او ملهاش هدف. فانت باختصار شديد عشان تقدر ان انت تشوف تقارب الاستدلال الخاص بالذكاء الاصطناعي او قدرته على الاستدلال وهو فهم بالفعل الكلام، يعني بالتالي بيقدر ان هو يحط لك الامور متشابهه مع بعض. يعني عشان اديك مثال، افتراضا دلوقتي انت، يعني ده مثال بس مش نفس الفكره، ده مثال. انت مثلا يا سيدي يعني قعدت مع شات جي بي تي، فتحت معاه موضوع، تمام، تعالى بس نحط الوصف ده هنا وندوس هنا عندنا على جالاكسي زي ما انت شايف، او على اللي هو البدء. يعني دلوقتي يعني بيبدا ان هو يجمع المعلومات وعلى اساس ان هو يعني يعمل استدلال ليها. افتراضا هيظهر دلوقتي على هيئه جالاكسي او على هيئه مجرات زي ما انت شايف كل البيانات اللي انت دخلتها، كل مجموعه بيانات هنا اهو افتراضا زي ما انت شايف. يعني لو احنا مثلا بصينا عندنا من منظور اللي هو ال2 دي ده، دي مجموعه بيانات او مجموعه معلومات متعلقه ببعضها البعض، ممكن في مواضيع مختلفه زي ما انت شفت ان انا مثلا اتكلمت هنا عن الطقس والطبيعه، التكنولوجيا والعلوم وخلافه، الطبخ والوصف والكلام ده كله. ممكن يكون هو اخذ من كل المعلومات المتشابهه واللي ينفع ان
انها تترابط مع بعض وحطها في مجموعات لوحدها كجالاكسي لوحده. يعني لو احنا قربنا هنا اهو شفنا مثلا انا عارف الموضوع ممكن يكون معقد شويه، انا حتى كمان بقول لك انا اخدت وقت عشان افهمه. افتراضا هاجي هنا اهو ابحث مثلا، اكتب اللي هو الحوسبه كموميه، افتراضا عندي هنا زي ما انت شايف اهو تعد الحوسبه الكموميه بحل مشاكل تفوق اللي هو القدره، تمام، وخلافه. بيجمع لك الافكار اللي انت بالفعل وضعتها مع بعض، فبالتالي بيقدر ان هو يعني ترجع للمعلومات بشكل اسرع على هيئه ايه، على هيئه جالاكسي. طيب ليه هم عملوا كده؟ ده بيوريك، او هم جوجل بمعنى ادق بتوريك ان انت ازاي، او هم ازاي قدروا ان هم يوريك قدرتهم على ان الذكاء الاصطناعي بتاعهم بالمساحه المحدوده دي اللي هي 300 ميجا، وكمان الموارد اللي هو بيستهلكها اللي حوالي 300 ميجا برضو من الرامات، ان هو عنده القدره ان هو بالفعل يستدل بالكلمات ويقدر ان هو يفهم سياقها بناء على الشيء اللي انت بتبحثه. يعني مش مجرد كي ووردز، يعني مثلا مش مجرد كي ووردز انت بتبحث وخلاص، لا هو بالفعل بيجيب لك بناء على الشيء اللي انت بحثت عنه، مش مجرد كي ووردز. فاهم قصدي؟ عشان بس برضه تكون النقطه ايه يعني واضحه ليك. انا عارف الموضوع ممكن يكون معقد شويه، وانا عارف ان انت ممكن ما تفهمش، انا نفسي واجهت صعوبه في فهمه في البدايه والله، عشان كده بقول لك انا الموضوع جديد عليا. طبعا احنا كل يومين بنشوف حاجه جديده، حرفيا الواحد بيندهش والواحد بيحس بعجز احيانا ان هو مش قادر يواكب التطور ده ويفهمه بشكل مظبوط، وبيستعين بالذكاء الاصطناعي عشان يفهم الذكاء الاصطناعي، حاجه في قمه العبث يعني. بس الفكره ان انت فهمت قصدي، تمام؟ هو نموذج جوجل قدمته من عائله جيمس ان انت تقدر تحملها عندك على جهازك عادي وتستخدمها. هل هو النموذج ده قوي؟ اكيد لا. انا حتى يعني استخدمت الاصدارات الاقدم منه او يعني التحديث اللي قبل ده، والموضوع بالنسبه لي كان عادي، يعني مش يعني اقل بكتير جدا من فلاش، فاهمني؟ يعني حاجه اصلا محليه او لوكال. فهو يعني خلينا نقول ان هو نظام، مش هقول لك غبي زي ما ناس كتير كانت بتقول، لا هو نظام محدود جدا جدا. بس الفكره ان هو النظام ده كل مدى بيتطور عشان انت تقدر تستخدمه بشكل لوكال، ومش محتاج في بعض الاحيان ان انت ترجع اصلا يعني عندك اللي هو الانظمه يعني اللي هي موجوده على المواقع الرسميه زي مثلا شات جي بي تي، جوجل جيميناي والحاجات دي كلها. بس اتمنى يكون الفيديو مفيد، رغم ان انا حاسس ان الفيديو ده مش كتير هيفهمه، يمكن عشان انا ما عرفتش اشرح، الله اعلم. بس هو بالفعل الفيديو ده انا كنت متردد والله اشرحه ولا لا، يعني حسيت ان ممكن بالفعل انا ما اقدرش اشرحه وناس كتير يعني ما تفهمهوش او ما تستوعبهوش، يعني زي ما انا كنت في البدايه مش قادر استوعبه. عموما ده كان الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه، واشوفكم على خير بقى باذن الله في فيديو جديد، ومع السلامه.